الوالدة في حياتي هي كل شيء. ربي يخليك أنيس وربي يحفظك. في عيد يختلف عن باقي الأعياد يتوقف فيه الزمن احتراما لإنسانة عظيمة، يتوجه أنيس إلى محل بيع الهدايا لاختيار هدية يقدمها لوالدته تعبيراً عن امتنانه لها بطريقة مؤثرة ويغرس في نفوس أبنائه بذور المحبة والتقدير. جينا جوست بور كادو للوالدة. سما الوالدة ما ناش يعني كشغل تاع جوست باش نفرحوها بك، ما ناش كيما نقولوا احنا باش نعطوها حقها ولا ما كانش تعمل واش تعمل، ما توصلش للبوان باش توصل للوالدة أكثر من حقها، ما كانش أكثر من حقها. شريت لها ماما باغ بري من كلش مصحف كاش ما ترضى علينا، هي هكا وشويه عليه شويه خلا شرينا بارفان ماشينا تاع خياطه باش نفكروها باللي كانت بكري تخيط لنا في حوايجنا وهكا وتفكرنا بحوايج هكا بوكو شوكولا. نسيتو نورمالمون شريت لها نورمالمون كوفري تاع الساعه وحوايج هكا وما نقدروا ما تسمى حاجه قليله خلاه فيها هذه. لم يتوقف المشهد هنا، بل رافق أنيس والدته وزوجته إلى أحد المطاعم حيث دعاها إلى مأدبة غذاء تكريما لها. حتى أبناءه حضروا لوالدتهم هدية رمزية. نشكر وليدي أنيس اللي دايما يعمل لي كيما هكا، دايما أنا نضل قاعدة هو يدير لي مفاجآت. قال لي روحي تفطري في المطعم، قلت له وشي المناسبة، قال لي روحي بك تفطري. شوف اش دار لي وليدي، والله ما ننساها طول عمري وسنين. ربي يخليك أنيس وربي يحفظك وربي يعطيك خير على خير إن شاء الله. نطلب ربي الأبناء الكل يديروا مع أمهاتهم كيما هكا، راهو الحنانة ما كانش كيما الأم، راهو الأم ما تتخلفش خلاص. ولادي أنا كي شافوا باباهم دار سيربريز للماما، حتى هما داروا لي مفاجأة وجابوا لي حتى أنا هدية. دار مفاجأة خلتنا يعني عجز اللسان عن الكلام. يعني ولادي أصلا فرحوا ولو حتى نجوني قالوا لي صح عيدك يا ماما. هكذا تحول مشهد بسيط إلى درس بليغ في الحب اعترافا بالجميل. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. عيد سعيد لكل الأمهات.